عليكم، اش اخباركم؟ واش كتعاودوا اموركم مزيان؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم الحمد لله واحد النهار اللي واعر بزاف وزوين بزاف، لحقاش غنشاركوا معكم ان شاء الله عمره، غنديروا عمره وغنشاركوا معكم ان شاء الله عمره. قبل ما نبدا الفيديو ديالنا بغيت نشكر بزاف المرشد ديالنا يونس اللي صراحه عاوننا بزاف، وقف معنا بزاف، بينا بزاف ديال الحوايج، كيدير الخاطر الصغير والكبير. تحيه لك اخويا يونس، الله يرحم بالوالدين، الله يجعل لك ان شاء الله في ميزان المقبول، احسن مؤطر صراحه. دار معنا بزاف ديال الخاطر، ورانا بزاف ديال البلايص ماشي كلشي كيوريهم صراحه، دار معنا كما قلت لكم مزيان ديال بصح. المهم السلامار ديالاش المهم ان شاء الله حدا باغي كما قلت لكم غنمشيو نديرو عمره. جينا لمسجد امنا عائشه، غنصليو ان شاء الله واحد 2 ركعات هما الاولين. على ديك الساعه غادي نمشيو نكملوا العمره ديالنا. قبل ما كتبدا العمره اول حاجه كدير هي كتدوش، يعني كتوضا وضوء كبير ووضوء صغير، كتلبس الاحرام ديالك. جينا لمسجد امنا عائشه باش نصليو 2 ركعات. في الاخر تاع الفيديو غنشرح لكم ان شاء الله كل شيء، كيفاش كدوز العمره، اش كتسبق، اش كتوخر، المسائل كامله. علاش جينا لمسجد امنا عائشه، المهم نشرح لكم كل شيء ان شاء الله. دابا غنصليو 2 ركعات كما قلت لكم، وغنمشيو ان شاء الله للحرم باش نادوا ان شاء الله المناسك كاملين. نتوما غتشوفوا معنا وغتشوفوا معنا كل شيء، وكما قلت لكم بقاو معنا حتى الاخر باش نقول لكم لي طاب كاملين ديال العمره كيفاش كتكون. علاش جينا كما قلت لكم نصليو هنايا والمسائل كامله. دابا الحمد لله صلينا كما قلت لكم 2 ركعات في مسجد امنا عائشه. دابا غادي ان شاء الله ننويو العمره. النيه تاع العمره ماشي بحال النيه تاع الصلاه ولا النيه تاع شي حاجه اخرى، النيه تاع الحوايج الاخرين كاملين كتكون سرا، ولكن النيه ديال العمره كتكون جهرا. كما قلت لكم النيه تاع العمره كتكون جهرا، ما كتكون سرا. كتقول اللهم لبيك عمره، كديرها على راسك كتقول اللهم لبيك عمره عن نفسي، لا اللهم لبيك عمره لي. بغيتي دير على شي حد ميت ليك، راه ممكن يجوز دير على شي حد اللي ميت ليك من الصحاب ولا من العائله ولا الاقارب. المهم يكون بحقيقه متوفي، ما يكونش باقي حي. كتقول اللهم لبيك عمره عن فلان. فاش كتنوي العمره ديالك بالجهر كتبقى تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. كتبقى تقريبا تلبي حتى توصل للمسجد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ودابا ان شاء الله غادي ندخلوا للمسجد باش نبداو الطواف ديالنا حول الكعبه. وقبل ما نبداو الطواف ديالنا خاصنا نكونوا لابسين الاحرام على هذا الشكل هذا. اليد اليمنى ديالنا تكون بحال ما هكا عريانه حتى نساليو ان شاء الله الطواف. بالنسبه للرجال هذه القضيه حتى نساليو ان شاء الله الطواف، عاد باش نستروا اليد اليمنى ديالنا. وفاش نبغيو ندخلوا للمسجد اول حاجه نسبقوا الرجل اليمنى ديالنا ونقولوا دعاء المسجد اللي هو اللهم صل على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. دابا الحمد لله غندخلوا إن شاء الله للكعبة. أول دعاء كتقول فاش كتشوف الكعبة قدامك هنا، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتجليلا ومهابة. كتبقى غادي حتى توصل للحجر الاسود. خاصني نشد دابا التليفون باليسريه باش نلحقاش كتزيد لي بنيه وتقول السلام عليكم. بلاتي الحجر الاسود هو اللي كاين في هذا الكونت هذا. كيعلموا لكم بهاد البوله الخضراء فاش تقابل مع البوله الخضراء، يعني تقابلتي مع الحجر الاسود. الزحام شويه اليوم. بسم الله الله اكبر. كدوز 7 ديال الاشواط. فاش كتقول بسم الله الله اكبر، اي واحد تفكرتيه، اي دعوه جاتك في بالك، اي حاجه تفكرت فيها كدعي مع الله سبحانه وتعالى باش يحقها لك.
واحد القضيه اقسم بالله العلي العظيم، الا فاش كتدخل لهنايا ما كتبقى باغي حتى حاجه، ما تبقى باغي لا فلوس لا دنيا لا حتى حاجه. الحاجه الوحيده اللي كتبقى تجيك في بالك يا اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. وكدعى مع الاصدقاء ديالك بالرحمه، مع الجيران، مع الوالدين، مع جدودك، مع مرتك، مع اولادك، مع اي واحد تفكرتي كتبقى تدعي ليه غير بالرحمه. لحق الصراحه اكثر حاجه كتفكرها هنايا كما قلت لكم هي الرحمه. تنسى شي حاجه، تنسى الدنيا. راه دابا الحمد لله هذه العمره الثالثه اللي درنا اليوم. كما قلت لكم راه ما بغيتش نصور لكم الفرصه الاولى حقاش كنا بغينا نتخشعوا فيها ديال بصح باش ما تلهيناش شي حاجه عليها. الحمد لله دوزناها بخير وعلى خير. الثانيه حتى هي دوزناها الحمد لله بخير وعلى خير. نتمنى ان شاء الله يتقبلوا منا كاملين، ونتمنى ان شاء الله الدعوات ديالنا يدعينا مع اخواننا المسلمين والاصدقاء ديالنا ان شاء الله كاملين يتقبلوا يا سيدي يا ربي. المهم دابا باش نشرح لكم خاصنا دابا ندوزو عاوتاني للركن اليماني باش نقول لكم اش كيتقال، وكتبقى الدعاء عاوتاني فاش كتلحق عاوتاني الحجر الاسود باش ما يتلفوك السبعه الدورات. اللي عنده شي خاتم باش ميبقاش تالف، الخاتم هو هنايا ياك، هو هنايا في هاد السبعه. ينفو كدوز الدوره الاولى كتحطو في هاد السبعه هذا، الدوره الثانيه هذا، الدوره الثالثه هذا، الرابعه هذا، الخامسه هذا، السادسه هذا، في السابعه كيرجع لبلاصتو. هذه راه وراها لنا عاوتاني المرشد الله يجازيه بخير القضيه هذه، حقاش شحال من واحد شنا هنايا تيكون جايب معاه بحال التسبيح صغير فيه سبعه ديال العقيدات، تيبقى زعما يحسب به. ولكن احسن طريقه باش ما تتلفكش شي الخاتم، لحقاش تقدر التسبيح تسهل عليه ويدوزوا لك ثلاثه ولا جوج ولا شي حاجه. اللهم الخاتم ديالك فين وصلتي للضوء الخضر كتبدا من الضوء الخضر، من الضوء الخضر وحده، اين فوا كتسالي وحده كترجع الخاتم لهاد الصبع الصغيره، كتسالي الثانيه وغادي ياكل. لحقاش من الضوء الخضر للضوء الخضر كتسمى دوره. وما دابا بلاتي باش نقرب نوصل لكم عاوتاني فكره اخرى. عرفتوا اليوم تبارك الله كما قلت لكم راه واحد الزحام راه ما يمكنش. من نهار جينا ما عمرناش لنا الزحام اللي كاين اليوم. الله يرحمنا وصافي، والله يغفر لنا، والله يتقبل منا وجميع المسلمين. نتوما الله يسر لكم ان شاء الله اموركم. اللي بغات تزوج الله يزوجها، اللي تا هو بغى يخدم الله يسهل عليه، اللي بغات تولد الله يسهل عليها، اللي كيقرا الله يعاونو في قرايته، اللي بغى يسافر لشي بلاد الله يسهل عليه، اللي مريض مسكين الله يعافيه، اللي والديه مرض الله يعافيهم، الله يخلي لكم ما عز عليكم. اللي شي حاجه بخاطر الله يسهل عليه فيها ان شاء الله. الركن اليماني هو هذا، الركن اليماني هو هذا دابا اللي هنايا. باش كنوصلوا للركن اليماني تبقاو نقولوا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كنوصلوا عاوتاني للحجر الأسود كنقولوا كما قلت لكم السلام عليكم الله أكبر. فاش كنساليو 7 ديال الدورات بلاتي نوريكم فين غنصليو، كنصليو اون فاس سميتو هذا بلا مشي الراجل ضروني يدي مع هاز التليفون الدوره كامله وغير ضروني يدي. كنصليو 2 ركعات اون فاس المقام سيدنا ابراهيم. مقام سيدنا ابراهيم هو هذا، نصليو اون فاس المقام سيدنا ابراهيم. الركعه الاولى قل يا ايها الكافرون، والركعه الثانيه بسوره الاخلاص قل هو الله احد. نصليو فضل الله صاحبي، نصليو فضل الله صاحبي اللي يجزيك. من بعد ما كنساليو 7 الاشواط ديال الطواف ديالنا كما قلت لكم كنصليو 2 ركعات. فاش كنبغيو نصليو 2 ركعات كنسترو عاوتاني يدينا ما تبقاش بحال هكا معريه. الله صافي كيبقاو كنرجعوا كيما الاول باش نكملوا ان شاء الله المسائل ديالنا. كما قلت لكم 2 ركعات كنصليوها اون فاس المقام سيدنا ابراهيم، 2 ديال الصور قل يا ايها الكافرون وسورة الإخلاص قل هو الله أحد. نور ما كنصليو غنوريكم عاوتاني شنو غنديرو.
كلاتنا دابا الصلاه ديال العشاء ان شاء الله. نشوفوا تبارك الله شحال ديال الناس، اللي عرفت شحال عامره تبارك الله اليوم راه ما يمكنش. دابا نصليو ان شاء الله العشاء ونكملوا المناسك ديالنا. نشوفوا تبارك الله شحال ديال العامر ان شاء الله. عرفتي راه ما تلقاش بلاصتك، ما تلقاش بلاصتك. شوف تبارك الله. نمر ما كنصليو جوج ركعات، كنشربوا الماء ديال زمزم. الحمد لله. وكنمشيو للمسعى، ها هو الطريق الى المسعى. باش نبقاو نسعاو دابا ما بين الصفا والمروه. غنوصل لك الطليعه ونصور لكم حقاش واقيلا كاينه واحد شويه بعيده، واحد شويه من هاد الدوره هادي. غنوصل ليها ان شاء الله ونبدا لكم نقول لكم شنو هي الايه كتقال في ديك الطلعه هذا باش كنوصلوا للصفا والمروه. ها نتوما صورت لكم من الفوق باش يبان لكم تبارك الله شحال ديال الناس كاينين. عرفتي مشات تضرك شي واحد هنايا والله لقيتيه واخا تعيا ما تقلب. صافي باش كتشرب الماء ديال زمزم وكتدخل مع الباب ديال اللي تيقول لك الى المسعى، حقاش كاين بزاف ديال البيبان تيطلعوا للمسعى. كتقرا الايه ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. دابا انا دابا اونفاس دابا البلاصه فين كيسعاو. صافي ان شاء الله باش نبداو. شوفوا تبارك الله شحال ديال الزحام. شوف الله يقبل الجميع ان شاء الله يا رب. والله العين العظيم من نهار جينا لهنايا ما عمرنا شفنا بحال هاد الزحام هذا اللي شفنا اليوم سبحان الله. فاش كنوصلوا دابا للصفا كنتقابلوا مع الكعبه، راه هي الكعبه تبان لكم، راه هي الفوق. كنبداو بواحد الدعاء كنعاودوا 3 المرات. داك الدعاء كنعاودوا 3 مرات. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. 3 مرات. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. كنحاولوا نساليو الدعاء حتى الصفا باش نبقاو ندعاو. تبقاو غاديين هنايا تبقاو ندعاو ونستغفروا الله، ندعاو ونستغفروا الله. اللهم ارحمنا وارحم جميع المسلمين، اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين واهدنا واهد جميع المسلمين واجعلنا من القوم الصالحين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظ اهلنا وجيراننا وجميع المسلمين واخواننا واصحابنا واصدقائنا. باش كنوصلوا لهذا الخط هذا كنبداو كنجريو وكندعاو عاوتاني. اي واحد طاح لك فاك تفكرتيه، اي واحد بغيتي تدعى معاه، راسك والديك جيرانك صحاب كلشي، اي واحد تفكرتيه كتبقى غادي كتدعى معاه. كتوصل عاوتاني للمروه كتقول عاوتاني نفس الدعاء 3 مرات وتبقى عاوتاني هابط كتدعى تلحق للدور الخضر عاوتاني تجري بحال ما هكا واحد شويه، ماشي تجري ندك سيري لحقاش تبقى تزالح مع الناس وتبقى غادي بحال ما هكا. ها نتوما كتشوفوا كنبقاو نجريو حتى تنوصلوا للنهايه ديال هاد الضو الخضر. هاد الضو الخضر معلمين لينا به المنطقه اللي نجريو فيها. الجري غير بالنسبه للرجال، العيالات ما كيجريوش كيبقاو غير يتمشاو كيما بداو في الاول كيما غيبقاو يتمشاو. اما حنايا الرجال فاش كنوصلوا للضو الخضر كنبقاو نجريو، ولكن ما نجريوش بالجد باش ما يكونوش اصطدامات وبنادم يبقى يدفع في بعضيات وداكشي. نجريو غير بشويه باش ان شاء الله دوز الامور كلها بخير. باش كنلحقوا عاوتاني للمروه نفس الدعاء. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. هذه هي المروه. شوفوا تبارك الله كي دايره سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله العلي العظيم. واحد الحوايج كتشوفوهم هنا وكتحس بهم سبحان الله العلي العظيم. بلاش دابا بقات اخر حاجه ان شاء الله اللي هي الحلاقه. على حساب ما شفتو كذا خاص المراه تحلق تقريبا كاع الزغبات اللي في راسها تقريبا هذا المقياس تاع راس الصبع، وتا الرجال حتى هما خاصهم كاع الزغبات اللي في راسهم يقيسوهم.
داكشي علاش ما راه نمشي دابا للدار. كاين اللي واقيلا غلط كيمشي كيقطع غير شي بلاصه وحده معينه. انا غنمشي دابا باش غنخرجوا ان شاء الله، وغادي نمشي لعند الحلاق باش ان شاء الله يقيس ليا كاع الزبط تاع راسي. وسكينه حتى هي والناس اللي معانا لا زعما العيالات اللي بيناتهم غادي يمشيو يقطعوا بعضياتهم الراسهم ان شاء الله بالنص. بالنسبه للحلاقه كاع ما تخلعوا ولا شي حاجه، راه موجودين هنايا في النواحي. كاين هنايا شي مع الطواله ديال مع الدروج، اي طواله بطي معاك كتلقى فيها واحد جوج ديال الحلاقه، ثلاثه ديال الحلاق، وانت غادي وانت كتلقى في الحلاق. زيد معايا الاحرام ديال اصيل حتى هو مع بلا ما تبقى متقله به مو. اللهم ها هو حلاق، شوف ها هو صاروا للحلاقه حكاو التاوا على راسكم، راه تيغليو تيبغي يقول لك 25 تيبغي يشبرك في الثمن. حاولوا ديما تتاوا معاه 10 ريال اي حاجه بغيت تقرع واقيلا تاوا معاه قول لها 5. بغيتي تحسنوا بالمقص قول لها 10 ريال ما تفوتاش لي. ديك المره حنا مشينا عند الاول قال لنا ما عرفت 20 ريال، قلنا له 10 قال لك لا. من الحق كيما قلت لكم مرشد هو اللي فهمتي معتبرنا بحال خوت وتيقتصد عندنا، ماشي شي واحد يبغي يعيط هنا يقول لكم صافي سيروا. غادي نشوف ها هو هذا كنحسنوا عندو ديما ب 10 بلاتي. ها هذا هو تنحسنوا عندو ب 10. حسنا عندو المره الاولى ب 10، الثانيه ب 10، الثالثه ان شاء الله حتى هي نكملوها ب 10. ها هو بلاتي شوف. السلام عليكم. بخير مقص ان شاء الله 10. صور هذا هذا بدي فيديو هذا. ايوه هذا لايف جاي. المهم كما قلت لكم اخر مرحله هي هذه. الفيديو راه مازال ما تسالاش، انا نمشي ان شاء الله للوطير، غندخل للوطير ونكمل لكم ان شاء الله هادشي كامل اللي قلت لكم قبيله على الصلاه. غادي نشاركونا عائشه الا كنتي جاي بشي بلاصه اخرى في الصلاه هذه المسائل الاخرى ان شاء الله كامله غادي نحاول ان شاء الله نشرحها لكم باش ان شاء الله تكون الاستفاده عامه ان شاء الله. عرفتي عينينا حمار وكدقنا سكينه واصي سحقوني مع خاصني ندوز عند الحلاق باش نبقى معطلهم. عرفتي واش كتسالي كتحس العظام كاملين كيستحوا حق الله العظيم، كتحس العظام كاملين كيستحوا. الله يجعلها في الميزان المقبول ان شاء الله، وهادشي اللي كنتمناو صافي غتكون مقبوله ان شاء الله والله يسر كما قلت لكم ان شاء الله الجميع. انا ندخل دابا ان شاء الله للشومبر غير ندوش نغسل وجهي ونلبس حوايجاتي، ما عرفتش نلبس حوايجاتي ولا واقيلا صافي نصور لكم بكل نيت. غندوز ان شاء الله وناكل شي لعبه ونغسل وجهي لحقاش راه تسخسخنا بالجوع ديال بصح. ان شاء الله ديك الساعه نكمل لكم باش تفهموا ان شاء الله كل شيء، لحقاش بزاف منكم يكون عنده شي بزاف منكم يكون عنده بزاف ديال الاسئله. فين هو الشومبر ديالنا؟ عندنا 1216 جلفه 12 ميطاج. ايوا دابا ان شاء الله غادي نكملوا الشرح ديالنا اللي كما قلت لكم في البدايه ديال الفيديو. بقاو معنا حتى الاخر باش ان شاء الله نشرح لكم بزاف تاع الحوايج، لحقاش شحال من واحد ما غاديش يفهم مزيان الفيديو كيفاش كدوز العمره. كنت بغيت نكملوا لكم فالسالينا ولكن البارح راكم شفتونا وصلت عيان وخدت لكم انا غادي نوصل نبدل حويجاتي وكذا، ولكن عرفتي فاش وصلت للوطيل عاد تكيت ما لقيت حتى عاد نصحح، ما خديتش كاع نوض كاع باش نصور ولا شي حاجه. سكينه ديالي كنشدوها الحلاقه خلط لها واحد الخنيشه ديال ما عرفتش شي لعيبه فيها 1 ملي غرام ولا ما عرفتش داكشي، شربتها ومشات حتى هي ارتاحت وتصافت فينا الضو باش نعسيها واصيل. هاد الصباح هذا فاش فقت عاد باش دابا تنصور لكم في الفيديو. ولكن قبل ما نكمل لكم الشرح علاش بعدا صورنا هذا الفيديو، لحقاش شحال من واحد دوك صحاب التعليقات السلبيه نتوما جيتو ديروا عمره وكتصوروا وكذا وهذه حنا ما صورناش في العمره الاولى، راه درنا العمره الحمد لله الاولى ودرنا الحمد لله العمره الثانيه ودرنا الحمد لله العمره الثالثه. عاد بس صورنا لكم، وعلاش صورنا لكم غير باش تعمل استفاده. هذه هي اول حاجه. وثاني حاجه بحال دابا انا العام اللي فاتت كنت ديال الوالده واخا تقول لي عرفتي يا وليدي مشيت ودرت هذه عيت ما نتخيل ما تحطاتش قدامي الصوره كما خاصها تحط. داكشي علاش فاش صورنا باش ان شاء الله توصل لكم الصوره. شحال من واحد فيكم جا الاب ديالو الام ديالو خالته خالو تيشرح لي تيقول لها راه درنا اكيد ديك البلاد السعيده وهذه ولكن ما وصلتكمش الفكره ديال بصح. داكشي علاش حاولنا ما امكن نصور لكم هذا الفيديو، غنصور لكم ان شاء الله فيديوهات اخرين باش تشوفوا عاوتاني كيفاش ديال الاجواء ان شاء الله هنايا. دابا غنبداو ان شاء الله الشرح ديالنا. العمره اول حاجه باش تبداها هي الاغتسال. كتستنجى كتوضا كتخلل الشعر ديالك كتصب عليه 3 حفنات كتغسل الشق الايمن ديالك الشق الايسر ديالك كما قلت لكم الاغتسال. فاش كتغتسل كتلبس الاحرام ديالك. فاش كتلبس الاحرام ديالك كتصلي في احد المواقيت.
شنو هو المواقيت هي جمع ميقات. شنو هو الميقات؟ الميقات هو واحد المكان هو عباره عن مسجد كتصلي فيه ومن مور الصلاه فيه كتنوي العمره. الميقات كيتوزعوا في السعوديه، كاين 5 ديال المواقيت اللي كاينين في السعوديه على حسب انت منين دايز. بحال دابا حنايا فاش كنا جايين في العمره الاولى كنا جايين من المدينه، لحق سبقنا المدينه هي الاولى، كنا جايين من المدينه لمكه. الميقات اللي مرينا به هو ابيار علي، مسجد سميتو ابيار علي، هو فين خاصك تصلي لك 2 ركعات، وهو فين خاصك تنوي، ومن تما كتبقى تثبت التلبيه. وهو شنو خاصو يكون نورمالمون؟ خاصك تمشي للميقات وتغتسل في الميقات وتحرم في الميقات وتصلي فيه، ولكن تفاديا للزحام، تفاديا لتعطل صحابك اللي معاك اللي غاديين معاك، الجروب اللي غادي معاك، تفاديا لما تلقاش الظروف الملائمه باش تغتسل انت وتولي انت تزرب ما عارفش راسك شنو كدير، ولا ديك البلاصه لقيتيها موسخه ما ارتحيتيش فيها، ولا عاوتاني ما كاينش فوطات باش تنشف راسك ودوك المسائل الاخرى تبقى عاوتاني تبقى الفوطات وداك الشيء. يستحسن بحال داكشي درنا حنايا، يستحسن دوش في لوطيل ديالك، تلبس الاحرام ديالك في لوطيل ديالك، توصل للميقات باش كيما قلت لكم ما تعطلش وما تعطل صحابك، غير كتصلي 2 ركعات في الميقات وكتنوي وكتخرج. كما قلت لكم الميقات اش كيدار فيه؟ كتصلي الصلاه تاعك فيه 2 ركعات، من مور ما كتصلي كتنوي بالجهر اللهم لبيك عمره عن نفسي الا بغيت ديرها على راسك، وغالبيه الناس كيديروها على راسهم في الاول، اللهم لبيك عمره عن نفسي، وكتبدا التلبيه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. من الاحسن فقط تلبي حتى توصل لهذا البلاد السعيد، من الاحسن. هو راه بحال دابا من ابيار علي لهنا راه كانت تقريبا راه جبده ديال الطريق، تقريبا شي نقدر نقول لكم شي 5 السوايع ولا 6 السوايع تقريبا اللي ضربنا ديال الطريق في الكار. اما الطوموبيل تقدر تضرب فيها واحد 3 السوايع 3 السوايع ونص 4 السوايع كتبقى تلبي. ولكن بلاتي بعدا ما ندوزوش المراحل الاخرين. علاش حنصلينا في مسجد امنا عائشه؟ الا كنتي كتواجد بمكه بحال دابا انت درتي العمره الاولى، جيتي مثلا مريتي من ابيار علي، وغالبا الاغلبيه ديال المغاربه كيدوزوا للمدينه ومن المدينه كيجيو لمكه، وبذلك كيدوزوا من ابيار علي. كنتي عاوتاني دايز في الطياره، راه المرشد كيقول لكم لبسوا الاحرام تاعكم ونويو، ولا حقاش حنا دايزين من فوق واحد الميقات دابا، حقاش ان فوا خاصك توصل للميقات خاصك تحرم، ما تفوتوش وانت جاي باش دير عمره وما تلبسش الاحرام ديالك وتنوي النيه ديالك. علاش كما قلت لكم حنا صلينا في مسجد امنا عائشه، حنا كاينين في مكه. باش نبداو العمره ديالنا خاصنا نبداوها من مسجد امنا عائشه. علاش مسجد امنا عائشه؟ حقاش هو خارج على المحيط ديال الحرم. مشينا ليه عاد باش صلينا فيه، عاد باش نوينا، عاد باش جينا. حتى هو راه ممكن تمشي ليه وعاد باش تغتسل فيه وتلبس الاحرام ديالك وعاد باش تصلي وتنوي، ولكن حنايا عاوتاني لبسنا الاحرام ديالنا واغتسلنا وقدينا المسائل الاولى ديالتنا هنا في لوطيل باش عاوتاني نتفاداو تما الزحام ومابقاوش معطلين بعضياتنا، حقاش العمره تبارك الله راه فيها وقت كثير، التفادي ديال الزحام وداك الشيء. اغتسلنا هنايا، لبسنا الاحرام ديالنا، مشينا لمسجد امنا عائشه، صلينا فيه 2 ركعات ديالنا كما شفتوا، نوينا في العمره ديالنا لبيك اللهم عمره عن نفسي ولا عن فلان، شي حد اللي كما قلت لكم يجوز انك ديرها عليه لانه متوفي، غير يكون متوفي. كان من اي واحد كيجيك من العائله كتعرفوا شي واحد عاود لك عليه وعز عليك داك الانسان، ما عنده ولاد ما عنده حباب ما عنده صحاب وبغيت دير عليه، راه ممكن دير عليه، غير كتنوي عليه باش ديرها. فاش كتنوي كما قلت لكم كتبقى تلبي لبيك اللهم لبيك، وكتبقى غادي في الطريق كما قلت لكم. يستحسن تبقى تلبي حتى توصل للحرم. فاش كتوصل ان فوا كتوصل كتدخل للمسجد. فاش كتبغي تدخل للمسجد، من آداب دخول المسجد هي انك تسبخ الرجل اليمنى ديالك ودير دعاء دخول المسجد. اللهم صل على رسول الله، اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. كتبقى داخل، بغيتي تذكر الله وانت داخل ذكر الله، بغيتي تقرا شي ايات تقراهم. المهم من الاحسن في ديك العمره كامله يبقى فمك ما يخواش من ذكر الله. كتبقى غادي 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 حتى كتوصل عاوتاني للحرم. فاش كتوصل راه واحد الشعور لا يوصف، راه كتشوفو راه التبوريشه، كتحس بشي حاجه داخل فيك تهزات، راه ما يمكنش شي واحد يدخل تماك وما يبكيش. كتدخل كتقول عاوتاني الدعاء، فاش كتقابل معاه كتقول الدعاء ديالو، كتمشي حتى تقابل مع الحجر الاسود. كتشوف هو نورمالمون خاصك تقيسو، ولكن تفاديا عاوتاني الزحام باش ما يكونش، حقاش واحد المداكسه راه ما يمكنش، خصوصا جهه الحجر الاسود. كدير بحال هكا السلام عليكم
لا، بسم الله، الله اكبر، وكتبدا عاوتاني الدعاء. بزاف ديال الناس دايرين بك كتلقاو تيبقاو يقولوا واحد الادعيه معينه، دوك الناس راه ماشي عرب، ما تعرفوش العربيه، المرشد ديالهم كيبقى يقول لهم واحد الدعاء باش يبقاو غاديين معاه تيقولوا. ولكن انت اي حاجه في قلبك خويا، اي حاجه في قلبك بغيتي تدعيها على راسك، على صحابك، على كيما قلت لكم اي واحد، جيرانك، والديك، مرتك، ولدك، خوتك، اي واحد تفكرتي تدعى معاه. وكما قلت لكم راه كتنسى الحياه، كتبقى تفكر غير الاخره، كتبقى تدعى غير بالمغفره، والله يغفر لنا ان شاء الله كاملين، والله يسمح لنا كاملين، ويتقبل لنا كاملين. كتكمل، تبقى الدور، كتوصل للركن اليماني، كتبقى تقول اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. كتبقى تعاود غير في الدعاء حتى توصل عاوتاني للحجر الاسود، كتقول بسم الله، الله اكبر، وتبقى عاوتاني تعاود 7 الاشواط. كتبقى الدور كما قلت لكم، البلان ديال الخاتم هو اللي يفكنا في الاول. كيفاش كدور الشوط الاول كيبقى خاتمك هنايا، انفو كتسالي كتحطو هنايا، يعني راك ساليتي واحد، ثاني، ثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، كرجع لبلاصتو. فاش كتسالي كتمشي تصلي 2 ركعات اون فاس لمقام سيدنا ابراهيم. فاش كتصلي 2 ركعات ديالك اون فاس لمقام سيدنا ابراهيم، كتصليهم بقول يا ايها الكافرون، وقل هو الله احد. كتمشي تشرب الماء ديال زمزم، هذا الشيء كاين في السنه اللي كان تيديرو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتشرب الماء ديال زمزم وكتمشي الى المسعى باش نبقاو نسعاو ما بين الصفا والمروه. وانت في طريقك للمسعى من مور ما شربتي ماء زمزم، كتقرا الايه ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. هذه في الطريق ديالك باش توصل للصفا والمروه. اول حاجه كتبدا بها كتلقى الجبل ديال الصفا، راه وريتو لكم في الفيديو. فاش كتوصل للجبل ديال الصفا كتقابل مع الكعبه، وكتعاود الدعاء اللي قلت لكم 3 مرات: الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. كتبقى كتقول 3 مرات. فاش كتسالي كتبقى غادي عاوتاني كتبقى تدعي كما قلت لكم مع اي حد تفكرتيه. واصعب مرحله صراحه هي هذه اللي كتصافي كتوصل ليها انت عيان، وتبارك الله طويله، اشواط طويله تبارك الله. كتوصل للبلاصه اللي قلت لكم معلمه بالضوء الخضر، الرجاله كيبداو يجريو، الرجال اللي كيبداو يجريو، العيال كيبقاو يمشيو عادي. كتوصل عاوتاني للمروه، كتعاود عاوتاني الدعاء 3 مرات، وتبقى عاوتاني غادي جاي 7 المرات كما قلت لكم. فاش كدوز الاولى كتحط الخاتم هنا، وكما قلت لكم نفس النهار. فاش كتسالي كتقول عاوتاني هذا الدعاء. ملي كتسالي هذا الدعاء صافي كتمشي فيك ما يمشي حلقني نسير حلقني بغيت ترتاح واحد شويه، واحد 10 دقائق ولا 5 دقائق، لحقاش راه على بعدا الركابي محنوني صراحه. كتوصل لعند الحلاق ولا شي حد معاك يحلق ليك، ولكن خاصو بصح يحلق ليك، لحقاش خاصو كما قلت لكم كاع الزغبات اللي في راسك يقيسهم ليك. البنات تقريبا لي بوينت خاصهم يقيسوهم تقريبا كاملين. صافي وانت ساليتي العمره ديالك، الله يتقبل منا والله يتقبل من الجميع. الاختلاف فين كاين بالنسبه للرجال والعيالات هي في الصفا والمروه، الرجال كيجريو في داك الضوء الخضر والعيالات لا. ويستحسن عاوتاني حتى في الطواف الرجال يحاولوا يسرعوا في الطواف ديالهم، ولكن قلت لك كما قلت لكم تفا ديال الزحام سير بشويه عليك وخذ راحتك. حاجه اخرى تيختلفوا عاوتاني في اللباس ديال الاحرام. حنا كنلبسوا 2 فوطات، فوطه لتحت وفوطه لفوق، راه ما كنلبسوا تحت منهم حتى حاجه، بدون ملابس داخليه. كتلبس فوطه لتحت وفوطه لفوق، شي حاجه ما فيهاش، ما ديرش منها الخيط، ما مخيطاش، ماشي مخيطه فيها سلسله باش تسدها ولا شي لعبه، ما مخيطاش. يعني غتلبس فوطه بلا قاشر بلا حتى لعبه وحفيان، وحتى اي مناسك كاملين انفو كتدخل الجامع كتبقى حفيان، لا الرجال لا العيالات. ولكن الاختلاف غير في اللباس على الاحرام وفي الطريقه ديال كما قلت لكم الرجال كيجريو في شي بلايص والعيالات لا. العيالات خاصهم يديروا التقاشر، خاصهم يلبسوا لباس مستور حتى لهنايا، ما تكونش دايره الخمار، تحيد الخمار ديالها، ما تكونش دايره فوق فاش كتكون تطوف، فاش كتكون في السعي. عاوتاني حاجه اخرى، فاش كتكون تطوف وفاش تبغي تصلي في مقام سيدنا ابراهيم خاصك ضروري تكون موضي، باقي لا في الوضوء في السعي راه ماشي مشكل. حاجه اخرى عاوتاني ما ننساهاش، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صافي واقيلا هادشي اللي كاين، الله يتقبل من الجميع. ونتمنى ان شاء الله اي واحد شاف هذا الفيديو ولا اي مسلم اي مؤمن يجي ان شاء الله لهذا المقام باش يدير واحد الزياره ان شاء الله ليه، لحقاش كيتبدلوا بزاف تاع المنظورات اللي عندك في الحياه، كتبدل الفكره تاعك للحياه بتاتا.
نتمنى الله ان شاء الله يتقبل منا، ونتمنى ان شاء الله ينعم علينا الله بواحد الحياه ان شاء الله اللي سعيده، وتقبل الله منا ومن جميع المسلمين اللي جاوا لهنايا ان شاء الله. وليا في راسكم ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. تحياتي.